تمام، دلوقتي هنعرف ازاي نحجز امتحان جوتا مع بعض. طيب طبعا الشرح اللي هيبقى في الفيديو هيبقى على كل المستويات من اول A1 لحد C2 عادي جدا. فانت مثلا انا دلوقتي هحجز C1 B1 مثلا، خلينا نعمل B1. هكتب B1 جوتا، هكتب كده عادي جدا. اول لينك هدوس عليه. طب لا يا هير موسى، انا عايز A1 اهو. A1 جوتا اهي اول لينك. تمام. لكن الشرح اللي هيبقى على ده على C1 على كله. تمام. على البي 2 يعني مثلا نساء البي 2 B2 جوتا اول لينك مع بعض. مثلا انا هحجز امتحان جوتا C1. زرار الحجز بقى اخضر اهو، اختيار الاجزاء بدوس عليها، وطبعا الحجز بيفتح في اليوم اللي هو بيبقى مكتوب على الزرار ده وهو رمادي. يعني في العادي الزرار بيبقى شكله كده بالظبط. مثلا ده امتحان الB1 اهو، بيقول لك امكانية الحجز بدءا من 20/9. هدوس على اختيار الاجزاء. في المنيو دي هتبدأ تختار المهارات اللي انت داخل تمتحنها بالظبط. يعني مثلا لو انا عايز امتحن ال4 مهارات، خلاص هختارهم هما ال4. تمام. طيب في حال ان انا عايز بس امتحن التحدث فقط، تمام، هبدأ اختار التحدث فقط، اشيل الاختيارات من بقية العلامات وابدأ ادوس next. هنا بيسألك عن الاكونت بتاعك، هل انت عميل جديد؟ بتعمل ساين اب عادي من كلمة التسجيل هنا. هنختصر الخطوة دي في انك تعمل اكونت قبل الحجز، دي تبقى مجهزة معاك الاكونت بتاعك عامله عشان تلحق تحجز الامتحان. فانت اول لما تدخل على الموقع بتاع جوتا هتدوس هنا جوتا الخاص بيه. اوكي. هتدوس تسجيل الدخول. طب لو انا جديد وعايز اعمل اكونت، هتبدأ تدوس هنا اهو، هل انت عميل جديد، التسجيل. هنا تحط الايميل بتاعك، الباسورد، البلد، هيبدأ يطلب منك الاسم، تاريخ الميلاد، الكلام ده كله. البيانات دي لازم يعني تتأكد 100% ان انت حاططها مظبوط، اسمك زي ما مكتوب في البطاقة او في الباسبور بالظبط. تمام. كذلك تاريخ ميلادك ومكان ايه ولادتك. فمثلا نحط الايميل بتاعي والباسورد اهي، وبدوس تسجيل الدخول، تقول له استمرار، ويبدأ يقول لك الدفع، وهتدوس بقى على استمرار بعد كده، ويبدأ ياخد منك بيانات الكارت بتاعك، ولازم يبقى كريدت كارد، تخلي بالك من الموضوع ده. وبس هيبعت لك بعد كده يقول لك تم الحجز بنجاح، ويبعت لك ايميل فيه التأكيد بتاع الامتحان بتاعك انه تم الحجز. ولو عايز تقفل امتحانات اللغة الألمانية زي جوتا، تلك أو تستاف، حضر نفسك مع دويتش ماسترز.